مساء الخير. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست سؤال على الهواء. البودكاست بيتذاع على سبوتيفاي وعلى أنغامي وعلى أبل بودكاست. لما تروحوا على سبوتيفاي هتلاقوا في كل حلقة في مكان ممكن تعملوا فيه ريتنج. لو الحلقة عجبتكم اعملوا فولو كمان على الحلقات سواء في سبوتيفاي أو أنغامي علشان توصلكوا الحلقة كل أسبوع. يلا بينا نبدأ الحلقة. سؤال حلقتنا الأسبوع ده كان: يا ترى إيه القرار اللي لما خدته قلت ده أحسن قرار أخدته في حياتي؟ برحب بكل اللي متابعينا وبرحب كمان باللي انضموا لينا جديد الأسبوع ده. حابة أشارك معاكم كده شوية إجابات للجمهور اللي بيتواصل معانا وبيرد على سؤال الحلقة اللي هو بالمناسبة بيبقى يوم السبت أو الحد على صفحتي شيرين صلاح على فيسبوك. من الإجابات الصادمة لكن واقعية جدا إنه حد رد قال لي أحسن قرار أخدته في حياتي هو الانفصال والطلاق من زوجتي. قال لي كنا وصلنا إنه ده عبارة عن حالة حرب مستمرة، مفيش هدنة، مفيش وقف إطلاق النار، كله ضرب مفيش شتيمة. لما اتطلقنا حسيت إن الدنيا هديت وارتحت، أعصابي بقت أحسن وبقيت أقدر أفكر بهدوء في مصلحتي ومصلحة ولادي. في واحدة ست برضو قالت لي الطلاق من جوزي كان من أحسن الحاجات اللي قررتها، لأن ما كانش مقدرني وده كان بينعكس على حالتي النفسية وبالتالي بينعكس على أولادي. لما انفصلنا وقعدت فترة أتعافى من العلاقة التوكسيك دي، قدرت بعد كده أتعرف على شريك حياتي جديد، وده كان أحسن قرار أخدته في حياتي، إني ارتبطت وبدأت حياة جديدة مع شخص بيقدرني وبيعامل أولادي زي أولاده بالظبط. واحد قال لي من أحسن القرارات اللي أخدتها إني اتجوزت في سن صغير. الجواز في سن صغير قد يبدو مغامرة، صغير يعني مش 18، صغير يعني 25 26، لكن له طعم خاص بعد ما تعدي السنين وتلاقي نفسك في منتصف الأربعينات وولادك بقوا شباب، بقيتوا صحاب، تلعبوا كورة مع بعض، تتفرجوا على أفلام مع بعض، سوقكم يمكن يبقى بعيد شوية لكن في حاجات كتير إن كومن، أنت فاهمهم هم فاهمينك. أنت مش لسه في عصر الفيسبوك بس وهم عدوك ودلوقتي بيتكلموا على تيك توك شات مثلا، ده مثل يعني. أنت قادر تتواكب وتفهم كمان لو كانوا بيحوروا أو يعني بيضحكوا عليك ومستغلين إن أنت بعيد قوي عن المرحلة العمرية دي. مميزات كتيرة الصراحة قالها، من أول إنك تفقسهم لو بيكذبوا لغاية إنك تقدر فعلا تبقى صاحبهم، خليته يقول ده كان أحسن قرار أخدته في حياتي. ناس كتير من اللي ردوا بقى قالوا لي إنه أحسن قرار خدوه في حياتهم إنهم غادروا مصر. ما أظنش إن دي حاجة يعني مفاجأة لأي حد بيستمع لينا أو متابع البودكاست أو لأي حد عامة. مغادرة مصر والسفر ساعات كتير بيبقى فيها يعني مش بس إن السفر فيه 7 فوائد، بس بتبقى حالة من الاضطرار القهري. يعني لو مش قادر تعيش، مرتبك مش مكفيك، مش قادر تدخل مدارس، مش قادر تاخد ثانية تقف فيها لنفسك بعيد عن الضوضاء والضغط المستمر وتعيش حياة طبيعية، أكيد هتحب تسافر. على الناحية التانية في واحدة قالت لي أنا من أحسن القرارات اللي خدتها في حياتي إني رجعت من السفر بأولادي. كنت سافرت هي طبيبة وقعدت في ألمانيا فترة، وألمانيا بتدي فرص كويسة للأطباء طبعا لو أجدت اللغة الألمانية بشكل رهيب، يعني مفيهاش تفاهم وبتمتحن امتحان صعب جدا، لكن لو دخلت ألمانيا وحصلت شغل فأنت ماديا مستقر أكتر من الألمان، لأنه الألمان بشكل عام متأمن لهم حياة يعني كريمة لكن مش أغنياء ومش يعني لا تقارن بحياة الخليج مثلا ولا بحياة ناس كتير من الناس اللي هم above average في مصر. باختصار قالت أحسن قرار إني أخدتهم ورجعت. ولادي كانوا عدوا مرحلة الابتدائية وداخلين على المرحلة الثانوي. أولا ألمانيا ما بتسمحش لأي حد إنه يكمل ثانوي عام أو جيمنازيوم دوت اسمه جيمنازيوم تقريبا غير بصعوبة جدا، والمدرسين والمدرسة عندها قدرة إنها تمنعها تكمل جامعة، يعني تقول لك لا والله أنا ما أقدرش أخليك تكمل لأن أنت مش مؤهل، أنت تروح للتعليم المهني اللي هو مش وحش طبعا، لكن بالنسبة لنا إحنا عايزين opportunities وفرص، وإحنا شعوب بنقدس الشهادات، يعني بلد بتاعت شهادات. ثم الصدمة الحضارية بقى نوع الحريات المتاح للولاد والبنات في سن المراهقة اللي هي حست إنه خطر جدا، خطر على الثوابت اللي هي بتربي عليها أولادها وعلى علاقتها بيهم
وخطر على المستقبل إنه هيكبروا يبقوا ناس هي مش عارفاهم، مش قادرة تتعامل معاهم. في مستمعة قالت لي إنه أحسن قرار خدته في حياتها إنها قطعت علاقتها بالناس اللي بيسببوا لها علاقات توكسيك، الناس اللي على طول بصلها في حياتها، الناس اللي على طول بتنظر عليها، الناس اللي بتتخنق من غير سبب، اللي زعلانة على طول، اللي مبوزة كأن الدنيا كلها بتتمحور حواليها. الناس دي بتستهلكنا، ولما نقطع علاقتنا بيهم مش معناه إن إحنا قلالات الأصل، بس معناه إنه إحنا عايزين نرجع للأصل، عايزين نرجع للطبيعة، إن أنا أتعامل كما أعامل. يعني لو أنا بعاملك كويس مش لازم أتلقى منك كل أنواع الشكاوي والمشاكل والمنغصات كل يوم. نزلني من على دماغك بقى. هي عملت كده وقطعت علاقتها بناس توكسيك كتير في حياتها، ومنهم يمكن للأسف أقارب ليها، وارتاحت. هي بتقول ارتاحت. في واحد من المتابعين قال لي حاجة لطيفة قوي، قال لي وأنا صغير في سن مثلا 12-13 سنة قررت إن أنا مش هبقى زملكاوي زي بابايا ومامتي وعيلتي كلها، أنا هبقى أهلاوي. طبعا ده كلام ممكن يزعل الزملكاوية، ده عبارة عن واحد كأنه يعني خرج من الملة، لكن هو بعقله الصغير وقتها ريالايزد إن هو يعني he wants to be in a winner team. ده مش معناه إن أنا بتكلم، أنا عامة علاقتي وثقافتي في الكورة بلاطة، ما بفهمش حاجة فيها خالص، ما اعرفش غير الوان التيشيرتات، وساعات الوان التيشيرتات المنتخبات كمان ما بعرفهاش. بس القرار ده زي ما كان صادم، بس بيبين استقلاليه في الشخصيه، وبيبين انه ممكن تعمل حاجات كتير منافيه لاهلك او يعني ما وجدنا عليه ابائنا زي ما بيقولوا، وامورك تمشي وتحس انه ده احسن قرار اخدته في حياتك. طب لو بنفكر كده ايه هي القرارات المصيريه فعلا اللي خدناها، هنلاقيها عامه بتتمحور حوالين العلاقات والاسره، بس كل مرحله ليها يعني قراراتها المصيريه. يعني لما بتبقى في المدرسه بتبقى ادرس ايه، هتخرج من ايه، لما تخلص الجامعه بتبقى هتجوز مين، هرتبط بمين، هشتغل ايه، الكارير بتاعي شكله ايه. سن اكبر شويه لما تبقى استابلشت وعندك ولاد، من القرارات اللي اكتشفت انها مصيريه دلوقتي الولاد هيخشوا مدارس ايه. المدرسه قادره انها تقضي على طموحات والكرياتيفيتي بتاع اطفال كتير قوي. يعني الولد يبقى يعني يملأه كده السعاده والنشاط، ويتحول لكائن ممل ومتبلد في نظام التعليم المصري للاسف. بس يمكن دي مش اهم قرارات، بس بتيجي قرارات زي مثلا اشتري بيت ولا افضل مأجر. ده قرار مصيري لانه هيترتب عليه سنين من يا اما قروض يا اما اللي هو المورجج، تعتبره حلال ولا حرام، حاجات كتير قوي هتترتب على قرار زي شراء البيت. تقاعد مثلا، قرارات مصيريه بتيجي في التقاعد. هل انا بعد التقاعد ده عايزه اقعد فعلا ما اعملش اي حاجه، ولا اعمل اكتيفيتي؟ وده هيترتب عليه بقى نوع حياتي هتفضل اكتف، ولا همر بمراحل اكتئاب، ولا في الحقيقه ان انا اوريدي مريض وانا كنت متماسك اثناء الشغل ودلوقتي خلاص لازم اريح لان المرض لا سمح الله بعيد عننا وعن السامعين يعني تمكن مني. ولو ان دلوقتي الناس يعني بتعيش، انا شفت طبعا كلكم شفتوا اكيد الاوروبيين 70-75 سنه راكب العجله وشايل باك باك وانرجي درينك وبيقهر العالم يعني، وزي القرود ما بيجرى لهمش حاجه. اللايف ستايل، يمكن لايف ستايل وان هو الانديفيدواليتي انا اعزوها برضو، لان كل واحد عايش لنفسه قوي، مش عايش وهو بيفكر هيجوز ابنه ازاي، هيوفر لبنته عربيه تركبها ازاي. الحاجات دي الاجانب ما بيفكروش فيها خالص، ده فور شور يعني. خلينا بقى نسال نفسنا ليه الناس بتقرر قرارات غلط وليه الناس بتاخد قرارات صح. طيب من اول اسباب القرارات الغلط، حاجات انا هكلمكم على حاجات علميه شويه، معلش استحملوني، لان انا درست حتى حاجه اسمها behavioral economics، والبيهيفير عامه بتاع الناس بيبقى manipulated جدا بحاجات انت ما يتهيألكش ان انت manipulated بيها. يعني حطت مثلا الحلويات والشوكولاتس جنب الكاشير، دي اركيتكت محطوطه بطريقه معينه لانه فاهم نفسيتك. بعد ما اشتريت واقف في الطابور وحاسس ان انت خلاص ريلاكسد، بيقول لك بقى كافئ نفسك، هتلاقي الحاجات دي محطوطه في المكان ده. زي مثلا حاجات زي السوبر ماركت، الحاجات اللي هي اللي بتبقى رخيصه او كده ممكن تلاقيه حاططها تحت، لانه عايز يبيع الشلف اللي هو الاي ليفل اللي على الشلف اللي انت شايفه في عينك قريب منك، هو عايز يبيعه الاول. لكن بشكل عام في
آآ بعض الحاجات اللي تخلّينا ممكن ناخد قرارات مصيرية غلط. خلّينا نقولها بعد الفاصل. من أسباب القرارات اللي بناخدها غلط حاجة اسمها الانحيازات الذهنية، بيسموها الcognitive bias. يعني إيه؟ يعني عقلنا ساعات بيعمل كده زي اختصارات أو قواعد سريعة علشان يفيدنا ناخد قرار سريع. يعني مش معقول كل ما آجي مثلًا عايز أمشي في طريق أنا حافظه، هاقعد أسأل نفسي وأنا باخش يمين والّا باخش شمال، مع العلم إن أنا طبعًا باسأل نفسي السؤال ده على طول. بس عامةً المُخ بيعمل زي روابط سريعة، لإنه لمّا يشوف الشيء ده مثلًا اللي هي الفتحة اليمين يقوم داخلها. ده ينفع بقى في قرار مهم، إن أنت تكون رابط شيء معيّن في دماغك بقرار ممكن القرار ده يبقى مصيري؟ أظن ما ينفعش. هادّيك مثل، المُخ ساعات بيعمل مثلًا أو هادّيك مثل تاني يعني، المُخ ساعات بيعمل حاجة اسمها الanchoring bias. يعني إيه؟ يعني أنت مثلًا افرض إن أنت بتشتري عربية وعرفت إن سعر العربية دي سعر العربية المستعملة $500,000 مثلًا، $500,000 باتكلم جنيه مصري. دي أول عربية أنت سألت على سعرها، فتبُص تلاقي دماغك بتثبت على الرقم ده. فلو جيت شُفت عربية تانية يمكن تكون أحسن مستعملة ب600,000 تستغلاها، رغم إن أنت ممكن تكون مش واخد بالك إن العربية التانية بتستاهل قيمة أعلى. بيحصل تحيُّز أو انحياز للتثبيت الأولاني. قيس على ذلك حاجات كتيرة بقى. لو أنت رُحت اشتريت سهم أو اشتريت مثلًا آآ وحدة عقارية من شركة معيّنة، والشركة دي الوحدة دي تضاعفت 3 مرات، ممكن مُخّك يقول لك إنه أنا لو اشتريت تاني، وده قرار كبير بقى، غالبًا هاكسب برضه. المُخ خدك في ناحية ممكن ما تبقاش سليمة تمامًا. في سبب تاني اللي هو بيسميه المقارنات الخاطئة. يعني مثلًا أنت مثلًا say إن أنت دفعت في حاجة مثلًا 300 جنيه مثلًا يعني، وبعدين جيت لقيت الحاجة دي بعد شهر زادت 100، ودفعت في حاجة تانية 10,000 وبعد شهر زادت 100. طيب هتقول ماشي، أدفع ال100 دي زيادة لو الحاجة دي رخيصة، يعني 300 ممكن أدفع فيها 100 زيادة، 10,000 لأ. ليه؟ لإن أنت في دماغك إنه الحاجة اللي هي 300 دي رخيصة، فالأحسن لي أشتري رخيص، مع إن بالعقل والمنطق هي 100 جنيه هتزيد عليك سواء هنا أو هنا. ده بيخلّيك ممكن تخسر في إن أنت تزوّد في حاجة قيمتها فعلًا قليلة. يعني لو اشتريت مثلًا جزمة ب500 ولقيتها ب600 تقول أوكي مش مشكلة، ما أنا زادت 20%، وما تروحش تدفع نفس ال100 في جزمة ب4000 مع إن أنت تقدر تشتريها، لإن أنت دماغك حاطط مقارنة بين ال4000 وبين ال500، وده غلط لإن الزيادة واحدة. في سبب تالت بقى أنا أقسم وأزعم إنه ده عندنا كلنا، بيسموه الoptimism bias. يعني إيه بقى؟ يعني إحنا بشكل طبيعي بنفترض إن الأحسن هيحصل لينا بس، وإن إحنا automatically مستبعدين من أي حاجة وحشة. يعني نسمع عن ناس مرضت، بس عقلنا بيقول لنا لأ، بس إحنا مش هييجي لنا كده. ونسمع عن ناس خسرت فلوس في مثلًا في حاجة معينة بيعملوها، بس عقلنا بيقول لنا إن إحنا أحسن وأذكى وغالبًا مش هيحصل لنا نفس الكلام. حتى نسمع إن في ركود ومع ذلك نغامر إن إحنا هاخش في تجارة مثلًا. هل ده لكل الناس؟ لأ، بس ده سبب وارد أوي، لإني بالاقي إنه في ناس كتير بتميل إنها تقلل تقدير الخطر على نفسهم، ولكن هم لو عرفوا الإحصائيات الحقيقية يمكن تكون أسوأ من توقعاتهم. يعني مثلًا غالبًا ما الناس دي بتتجاهل مثلًا نسب الحوادث. يعني نقول لهم مثلًا الحوادث لو ما ركبتش أو ما حطيتش الseat belt ممكن تزيد 5 ل10%. هو في دماغه إن هو لأ، هو بالذات لو ما حطش الseat belt النسبة دي أقل من كده بكتير ومش هيحصل لي حادثة. ده اسمه الoptimism bias. يعني دايمًا حاسس إن هو أموره هو هتمشي تمام والحمد لله، مش زيه زي بقية الناس. طبعًا في حاجة إحنا الستات بالذات عارفينها بنسميها في الdecisions الغلط بنسميها الdecision fatigue. يعني أقعد مثلًا في المول ومعايا الولاد
واكلت ده وشربت ده ودخلت المحل ده ومش عارف ايه، وانا في دماغي حاجه معينه، هشتري فستان، اخش 20 محل واشتري من المحل رقم 20. هل المحل رقم 20 ده كان احسن حاجه؟ لا، غالبا ده حصل لي ديسيجن فاتيج. يعني انا مع الوقت تعبت، مخي دخل له مدخلات كتيره قوي ومتضاربه ومش قادر يحللها ومش قادر يوصل لقرار سليم، بيشتري وخلاص عشان يريح دماغه. طبعا على رأس الأسباب اللي بتخلينا ناخد قرارات مش سليمة البير بريشر، ضغط الناس اللي حوالينا. ايه ده كل الناس اشتروا في الكومباوند ده، ايه ده كل الناس راحوا الحتة دي. يعني مثلا كل الناس راحت في بلد مثلا معينة في قرب روسيا كده، كل الناس بتروحها، رخيصة حلوة قوي، وتلاقي الناس كلها راحتها. بس انت لما تبص شوية تلاقي البلد ساقعة جدا، ما فيهاش غير هي جبل ومعزة، ما فيش حاجة تعملها، ولو رحت هيجي لك نفس الانطباع اللي جه للناس لما رجعوا، انه اكشولي العيال زهقت وما استفادتش وما انبسطتش في اي حاجة. الاوحش بقى ان في ناس مش هتقدر تقول لك عشان ما تبانش انها يعني ايه اخدت مقلب. ففي ضغط الناس حواليك، وان انت تبص على الناس اللي حواليك عملوا وعايز تعمل زيهم، وفي ان ما يبقاش في صبر. ده طبع ملوش حل. يعني بعد المناهدة طويلة انت تكسب طالما انت يعني انا رأيي ايه وانت رأيك بي، بس انت بالك طويل على ان انت تدسكاس وتارجيو. او انت لا سمح الله اللي بيقولوا عليهم في الحديث الشريف، انا مش قادرة افتكر يعني ده حديث ولا اثر ولا ايه، سامحوني، ان انت من الألد الخصام، اللي هو شخص اذا خاصم دخل في خصومة ما عندوش مشكلة انه يعني يجيب القديم والجديد ويفجر في خصومته. فانت اعمل القرار اللي هو عايزه خلاص، لانه هيشكل عليك لو انت ما اخدتش القرار ده. طب عرفنا ايه اللي بيخلينا نعمل قرارات غلط، ايه بقى اللي نعمله عشان ناخد قرار سليم؟ اولا حدد اولويات لقراراتك. يعني مش كل قرار مستاهل ان انت تبذل مجهود وتعمل ريسيرش وتبص في الفيسبوك وتبص على جوجل وتسأل أصحابك وتكلم قرايبك. في ناس أنا بشوف أبسط القرارات عندهم محتاج إنها تعمل بوست على الفيسبوك: أسافر مصر بكرة ولا ما أسافرش، أشتري هدوم شتوي ولا استنى. إيه يا ست الكل؟ يعني الناس كلها مش عارفة ظروفك ومش عارفة حكاويكي ومش عارفة إن أنتِ أصلا هنقولك اشتري هدوم شتوي وأنتِ معكيش فلوس. يعني ليه كل الكلام ده؟ مش كل قرار محتاج كل المجهود ده. القرارات المهمة المصيرية خد فيها وقت أو خدي فيها وقت وقرري بناء بقى على الطريقة اللي انت بتجمعي بيها معلوماتك. والقرارات البسيطة ديليجيت. لو عندك عيل رايح المدرسة مش لازم تقرري له كل يوم وبلاش المدرسة، رايح النادي مش لازم تقرري له كل يوم هيلبس ايه وتقعدي بقى ايه تفكري كتير، واللي عنده واللي لبسه ما يلبس اللي يلبسه. ديليجيت. لو عندك حد بيساعدك في البيت مش لازم كل يوم تقفي على دماغه وهو بينظف، ما تسيبيها تنظف. هيحصل ايه اللي ما نظفتوش النهارده هتنظفه بكره. ديليجيت. تاني حاجه عشان تعمل قرار صح نحاول ان انت تشيل الحاجات اللي بتشتتك. يعني اذا كنت ناوي تتخذ قرار صح بلاش تتخذه كل الناس بتكلمك عنه او كل الناس بتكلمك ضده، وحاول انك توجد جو كده من الضوضاء. يعني مش من الضوضاء، من انعدام الضوضاء المعلوماتيه. يعني تقف شويه بعد ما تجمع معلومات وتبطل تجمع معلومات وتفكر بصفاء. استدعي الجات فيلينج. حاول تدور على نقطة في دماغك تنور، مش ان انت طول الوقت في فوضى من المعلومات وفي الحقيقة مش هتخليك تاخد قرار سليم ولا حاجة. لو عندك كذا خيار ادي وقت بقى لنفسك انك تدرس كل الخيارات دي. ساعات بنستعجل وندور على اول حل خطر ببالنا، يمكن لانه الاسهل، يمكن من خبراتنا السابقه، يمكن حد زمان قال لنا ان الخيار ده احسن من غير ما ندرس. ما يمكن في اوبشنز جديده طلعت. يعني زي اللي بيروح يعمل مثلا قرض او بلاش، زي اللي بيروح يشتري حاجه كاش مثلا لانه معاه الكاش ده دلوقتي. والناس دلوقتي كلها بتوع الاقتصاد بيقول لك ما تشتريش كاش لانه التضخم اعلى من الفوائد، ده لو هتتعامل بالفوائد يعني. فده اوبشن يمكن ما كانش موجود زمان، ان التضخم يبقى عالي قوي بحيث ان بدفع فايده البنك 4% لكن التضخم 10. طبعا في مصر ما فيش الكلام ده، بس عامه انا مش عايشه في مصر وده احد الحاجات اللي الاوبشنز اللي اتفتحت جديد. قيس على ذلك كل طرق ان انت تشتري اسهم في شقق، ان انت تشتري تجمد جزء من فلوسك تحطه في حاجه معينه مثلا زي ذهب وتحطه الباقي في تنويع المصادر. دي كلها اوبشنز جديده اتفتحت. يمكن في ناس بتشتري كريبتو كارنسي ما بفهمش فيها، بس عامه حاول تبص على الخيارات كلها.
وخد استراحة لو القرار ده معقد. يعني جمعت معلومات، بصيت على الخيارات، سألت نفسك وسألت اللي حواليك، خد استراحة كده. القرار اللي انت بتاخده بناء مثلا على انه انت عندك سمسار كل يوم يكلمك لازم قلت ايه بتاع، مش مهم، مش مهم خالص، اعمله بلوك. قرارك ده لو هيترتب عليه حاجات كتير في حياتك خد وقتك. واخيرا انا بعمل الحكايه دي كتير قوي وحقيقي نفعتني، اطلب راي حد محايد. وعلى فكره الحد المحايد ده صعب قوي، ان انت توجد حد ما عندوش اهداف خفيه، ده مش سهل. يعني ممكن يكون ناس مقربين جدا بس ما لهمش فيها، انت بتكلمه في حاجه انت مثلا هتشتري حاجه بملايين وهو على قده، فمش ممكن ملوش فيها وممكن يغير منك، حتى قراره ما يبقاش صافي، او انه مش محايد لانه له ستيك في الموضوع. يعني انت لما هتشتري الشيء ده او هتغير المدرسه دي او هتغير البيت او هتسافر، حتى هو هيرجع عليه فايده ما. انا مش رايي محايد، دور بقى على حد له راي محايد. وبليز ما يبقاش الشخص ده تشات جي بي تي، لان هو بيطبل وهو اللي عمله بصراحه عايز ان انت تطلع منه مبسوط. حتى بعد ما تبعت له في السيتنجز وتقول له خلي رايك يعني محايد اكتر، هتلاقيه برضو شغال تطبيق. فابعد عن الاي اي في القصه دي. كلنا نعرف الحديث اللي كان بيحكي عن انه اعرابي جاء للرسول عليه الصلاه والسلام وساله اذا كان ممكن يسيب الجمل بتاعته ويمشي، يعني يخش المسجد. فالرسول قال له اعقلها وتوكل، يعني اقفل على اربط الجمل بتاعك وبعدين وتوكل على الله. مفيش حاجه اسمها اتوكل على الله من غير ما اخد اي احتياطات. احنا في عالم بتحكمه قوانين الفيزيكس، الطبيعه اللي احنا شايفينها دي كلها لو اي حاجه فيها اتغيرت هتاثر علينا. احنا ما احناش طبقه من البشر سواء كمؤمنين او كموحدين عندنا اميونيتي من نوائب الظهر يعني. والحمد لله ان احنا مش زي الصهاينه مصدقين نفسنا بقى ان احنا فعلا من طبقه تانية من البشر. فالتوكل على الله مش معناه ابدا ان انت ما تفكرش. طيب، لانه حتى القران نفسه بيقول في سوره آل عمران فاذا عزمت فتوكل على الله. عزمت يعني ايه؟ عزمت يعني اخدت قرارك بعد التفكر وبعد الاختيارات المتعدده، وبعد كده توكل على الله، بحيث ان ربنا يحب ان اهل التوكل ان يكونوا اخذوا اصلا بالاسباب. احنا المسلمين عندنا مثلا صلاه الاستخاره، دي اداه بنعمل بيها نوع لتأهيب النفس، لانه كل شيء بيد الله. وده كويس قوي في حاله كمان لو القرار كان خاطئ، لاننا ساعتها بنشوف او بنفسر انه القرار ده ما كانش خاطئ ولا حاجه، ولكن قرار مش في مصلحتي. انا طلبت او عملت استخاره وتوجهت لشيء ما، فربنا اختار لي انه الشيء ده ما يحصلش لاي سبب، تعقدت وقفت مشاكل، يبقى احسن لي انه ما حصلش. طيب، هل سمعتوا عن الجات فيلينج؟ خلينا نقول الجات فيلينج بعد الفصل. كتير مننا بيقول انا خدت القرار ده لاني حسيت كده انه ده القرار الصحيح، يعني عندي احساس كويس بالموضوع. انا اتجوزت الراجل ده علشان حسيته قوي، لما قابلته مثلا حسيت ان انا مستريح له. هل الكلام ده مش علمي قوي؟ الجات فيلينج ده مش علمي؟ الجات هو الحشا يعني البطن. جسمنا وعقلنا مرتبطين بشكل معقد جدا. يعني في علماء اعصاب اثبتوا انه حتى الامعاء بتاعه الانسان اللي هي الجات يعني فيها شبكه اعصاب هائله بيسموها الدماغ التاني او الانتريك نيرفس سيستم. في جهازنا الهضمي ده لوحده في اكتر من 500 مليون خليه عصبيه، وبيشتغل بشكل مستقل كمان عن المخ المركزي في حوالي كتيره. وده يمكن احد اسباب احساسنا ان معدتنا بتفكر بتتفاعل. يعني لو الانسان متوتر تلاقي معدته بتنقبض، او حاسس انه عنده حموضه زايده، او حاسس انه في حاجه بتعصره، ده الدماغ التاني بتاعك. طيب، ده الجانب الفسيولوجي. علماء النفس بيقول لك لا، الموضوع مش بس فسيولوجي، في لاوعي مخزون بالذكريات. مخك بيسجل تفاصيل وتجارب على مدى حياتك،
وحاجات يمكن ما تكونش في وعيك اللحظي، وفجأة بتواجه موقف جديد. المخ بقى مش بيقعد يحلل الموقف من جديد، لا، بيبدأ يقارن subconsciously يعني بين الموقف ده وكل البيانات اللي عنده من غير حتى ما يقولك بوعي أو أنت تدرك الوعي ده. كنت مثلا قريت إنه لما بتحرك إيدك بتتحرك قبل الإشارة ما تيجي المخ من الموتور سيستم، يعني نيرفس سيستم من المخ إن الإيد تتحرك. دي حاجة غريبة أوي، في ناس فسروها إنه إيه ده إحنا مسيرين. لا، مش حقيقي، هو اللاوعي هو اللي اتحرك، لأنه تجربة إنك تحرك إيدك محفوظة والمخ إدى الإشارة. طيب هل كل الكلام ده يعني ينفع نعتمد عليه الإحساس الداخلي وكده؟ نقدر نقول إن الموضوع ده جزء كبير منه صح. ساعات كتير مثلا يحس إنه الراجل اللي قدامي ده مش تمام، أو أنا مش عايزة أمشي في السكة دي، أنا حاسة إن أنا لو مشيت الطريق ده مثلا هتوه. الأحاسيس دي جت من عمليات عقلية سريعة جدا، مايكرو ملي سكندز، سريعة جدا جدا يعني. اكتشفها أو حللها عالم اسمه جويل بيرسون في جامعة في نيو ساوث ويلز. قال إن المخ بيعالج كل حاجة حواليك، بيبروسيس كل المؤثرات، الإضاءة، الظل، مشية الشخص، نبرة صوته، بصته في عينيك، وبيقارنه مع كل التجارب السابقة، وبعدين بيحاول يعمل تنبؤ سريع انت المفروض تتصرف ازاي ناحيه المتغير ده، الشخص ده، الطريق ده، الاتيتيود ده، التصرف ده. بيرسون بيعرف الحدث نفسه بانه الاستخدام ايجابي مبني على التعلم لمعلومات اللاوعي، عشان نقدر ناخد باللاوعي قرارات احسن. طب هل نثق في الحدث ده على طول؟ بالذات الستات بيبقى عندهم اعتقاد ان عندهم السيكس سنس قوي جدا، مش كل حاجة بتحسها تبقى حدث سليم، أوقات بيبقى اللي فاكرينه حدث هو مجرد مخاوف. يعني مثلا لو حالتك العاطفية مشوشة، خايف، غضبان، مضغوط، ما تصدقش أي إحساس داخلي يجيلك وقتها، لأنه غالبا جاي من العاطفة مش من الخبرة الحقيقية. حاجة كده بيسموها الحدث المضلل أو الميس انتويشن، وبالتالي ما تقدرش تثق في الجات بتاعك في كل وقت. اعتبره كده أداة إضافية، اسمع لصوت قلبك وإحساسك الداخلي، بس حاول تخلي مخك يسأل نفسه هو الإحساس ده جاي من خبرة قديمة ولا مجرد إن أنا متوتر أو متحمس أو مبسوط زيادة عن اللزوم. طب في ناس خدوا قرارات شكلها غلط جدا بس ضربت معاهم، خلينا نقول بعد الفاصل. المؤلفة المشهورة جيكي رولينج، ودي مؤلفة إنجليزية، كانت في أوائل التسعينات مطلقة ووحيدة وعايشة على إعانة اجتماعية في بريطانيا. وكتير من الناس بمنطق العقل السليم والصحيح قالوا لها إيه بقى؟ لو أنتوا فاكرين إن جيكي رولينج أو عارفين هي مؤلفة السلسلة المشهورة بتاعت هاري بوتر، الناس قالوا لها سيبك من موضوع الروايات ده، دوري على شغلانة ثابتة تعيشي منها وركزي فيها. وبالمناسبة في واحدة من صديقات البودكاست قالت لي إنه أحسن قرار خدته في حياتها إن هي بعد انقطاع فترة طويلة يمكن 20 سنة عن الكتابة رجعت تكتب روايات تاني. وأتمنى لها طبعا النجاح، لأن هي بتقول كأني اتولدت من جديد. جيكي رولينج بقى ما وقفتش أصلا، كملت وعرضت الكتاب بتاعها اللي بيتكلم عن شاب يتيم أو طفل يتيم اسمه هاري بوتر ومغامراته على 12 دار نشر. مفيش ولا دار نشر وافت. كملت المحاولة لغاية ما ناشر صغير وافق يجازف وينشر هاري بوتر سنة 97. الباقي بقى أحداث للتاريخ. هاري بوتر تحولت لأشهر روايات في العالم، وأشهر مرشندايز بتتباع في العالم هي بتاعت هاري بوتر. رولينج نفسها خرجت من الفقر المدقع وأصبحت مليارديرة في غضون سنوات قليلة. عارفين مين كمان ضربت معاه ضربة حظ؟ عارفين مؤسس كنتاكي فرايد تشيكن KFC؟
الراجل ده اسمه كولونيل ساندرز زي ما تعرفوه، هو فعلا كولونيل، هو اسمه هارلاند ساندرز. الراجل ده كان في منتصف الستينات، يعني في أواخر عمره، وكان عنده محطة بنزين كان شغال فيها على الطريق، وبعدين فلست لأنه الطريق نفسه اتغير، الهاي واي اتغير وما بقاش يعدي على محطة البنزين، لقى نفسه مفلس. لكن كان عنده وصفة للدجاج المقلي أو الفرايد تشيكن بيعملها لكل قرايبه وأصحابه هيتجننوا عليها. الراجل ده وهو في سن ال65 بدل ما يقول خلاص بقى راحت عليا، قرر قرار في ضربة حظ، لف أمريكا كلها بعربيته وخبط على كل المطاعم وعرض عليهم وصفة الفرايد تشيكن. تخيلوا يقولوا إنه اترفض 1009 مرة، أكتر من 1000 رفض. مين فينا يستحمل أكتر من 1000 رفض؟ يمكن دي الكارما، يمكن زي ما بيقولوا القدر بيحابي المغامرين. Fate always favors the brave people. الله أعلم، بعد 1000 مرة في مطعم وافق ياخد الوصفة. لما عملها طبعا الوصفة جابت زباين كتيرة، وبدأت الناس تتهافت على وصفة كولونيل ساندرز، وبدأ ينشئ مجموعة KFC. أشهر حاجة ممكن تفكر فيها إنه القمار نفسه ضربة حظ. يعني ممكن واحد يكون دخل مثلا مرة بيسموه حتى حظ المبتدئين وكسب في القمار، يا ترى ساعتها بعيد عن الدوافع الجدية تفكر إنه ده شاطر؟ لا، في الحالة دي تبقى عمل مخاطرة غبية. الصدفة الحقيقية إنه كسب، لكن عمرنا ما نقدر نعمم هذا النوع من الصدف على القرارات السليمة. باختصار كده، إرادة حظ ولا فدان شطارة، بس قرار سيء وحظ حلو ممكن يجيب لك نتيجة حلوة مؤقتا، نتيجة مرتبطة باللحظة اللي انت كنت فيها في مسيرة الزمن، لحق لك كده فيها وبعد كده هتندم يا جميل. من الناس اللي قالوا أشعار في مسألة الحظ دي طبعا المتنبي طبعا أنا بعتبر إنه هو أعتقد أبو الطيب المتنبي عراقي وله تمثال يمكن في بغداد، مش متأكدة، لكن عبقري في حكمته، طبعا عبقري في الفشر ونفخ في نفسه يعني. بس هو صاحب أشهر بيت شعر اللي بيقول وما كل ما يتمناه المرء يدركه، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. هو كمان اللي قال وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. يعني نقعد نتمنى ونستنى، لكن الدنيا عايزة معفرة، عايزة تاخد قرار صحيح بس في الاتجاه الصح. وقال كمان، معلش سامحوني أنا بحب أبو الطيب المتنبي جدا، قال أبيات عبقرية عن لعبة الحظ مع الناس. قال وما الجمع بين الماء والنار في يدي بأصعب من أن أجمع الجد والفهم. الجد هنا معناه الحظ، يعني قد إيه صعب إن الحظ والفهم يجتمعوا في شخص واحد. معظم الناس الفهيمة أوي اللي مركزين أوي حظهم مش كبير في الدنيا. حاجة تستحيل إنها تجتمع زي ما يستحيل إن المية والنار تجتمع في إيد واحدة. واحد بعبقرية الإمام الشافعي كمان له أبيات عن المفارقة دي، بيقول فيها لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بالنجم أعلو السماء في التعلق. يعني لو الغنى بيجي بالحيل والذكاء كان زماني بقيت أتعلق في النجوم لأن أنا ذكي جدا. لكن في الواقع مفيش حاجة اسمها قرار سليم 100% هيؤدي لنتيجة 100%. في توفيق وفي حظ وفي تفاؤل وفي ألعاب بيلعبها عليك المخ بتاعك، وفي كمان خبراتك واللاوعي. عايزة أختم حلقتي بإني أحكي لكم عن حكاية يمكن كتير تعرفوها عن النبي داود والنبي ابنه سليمان. أنا حبيت أحكي لكم الحكاية دي عشان حسيت إن ليها مغزى، إنه ساعات أحكم الناس قراراته ممكن تبقى غلط،
وأبسط وأصغر الناس ممكن يصحح لك قرار، ودي حاجة مش عيب، وممكن ترجع في كلامك على فكرة لو قرارك غلط. النبي داود رجع في كلامه. القصة بتقول إنه كان في حقل زرع أو يعني كرمة كده بتاع واحد من الناس، وجات غنم جاره بالليل دخلت الحقل وكلت كل حاجة، خربت له المحصول كده. صاحب الزرع طبعا اتضرر جامد، فراحوا الاتنين يتخاصموا عند النبي داود عليه السلام. والنبي داود كان ملك وحكم وراجل، لو بعدنا عن ترهات الروايات الإسرائيلية هو راجل طبعا عظيم. راحوا تخاصموا عند النبي داود، والقرآن بيحكي القصة طبعا إنهم خصمان يعني راحوا لنبي داود علشان يحكم بيه. النبي داود حكم بحكم مبدئي كده إن الغنم تنتقل ملكيتها لصاحب الحقل تعويضا عن الخسارة. يعني انت غنمك دي روح اديها بقى للراجل عشان تعوض عن خسارته. الحكم منطقي طبعا، لأن قيمة الغنم يعني ممكن تساوي المحصول اللي اتدمر. بعد ما حكم ومشي النبي سليمان، وكان لسه شاب صغير، كان واقف بره الدار بتاعة المحكمة وسألهم حكم لكم بإيه؟ حكوا له الحكم. سليمان شاف إن في حل تاني أكثر إنصافا، وهو الشاب صغير وأبوه النبي وملك وأحكم أهل عصره. رجع سليمان لداود وقال له بأدب: يا نبي الله، أنا عندي رأي مختلف في القضية لو تأذن لي. داود قال له: قول رأيك. سليمان قال: المحصول أو الكرم ده اتدمر، بس الأرض نفسها لسه موجودة وهترجع تطرح الموسم الجاي، والغنم لسه عند أصحابها بتكبر وتولد. فاقتراحي بقى إن صاحب الغنم يسلم غنمه مؤقتا لصاحب الأرض، ينتفع بألبانها وصوفها وموالدها طول السنة، وفي نفس الوقت صاحب الأرض يشتغل على أرضه بحيث إنه يرجع يزرعها بمساعدة صاحب الغنم. طبعا لما المحصول يرجع زي ما كان قبل ما الغنم تخربه، نرجع لكل واحد ملكه، صاحب الزرع يرجع له حقله وصاحب الغنم يرجع له غنم، وبكده نكون عوضنا صاحب الزرع عن الخسارة المؤقتة، وما ضيعناش على صاحب الغنم رأس ماله للأبد. ودي اللي القرآن بيقول عليها: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. صدق الله العظيم. دايما فكر إن قراراتك مش المفروض إن هي تكون بتعمل لك ديفينيشن بتديفاين. يعني لو أخدت كذا قرار مش صح في حياتك، اوعى تفكر إن ده معناه إن أنت إنسان فاشل. سيدنا داود أهو أخطأ في حكم وصلحها له سيدنا سليمان. اوعى تفكر إن أنت سيء الحظ لمجرد إن تواترت عليك بعض الأشياء اللي مش في صالحك. زي ما قلنا الاستخارة بتبين لك إنك أنت تقدر تتوكل على الله في اللي هيحصل بعد كده. أمورك ما مشيتش يبقى ربنا مش عايزها تمشي، مش من مصلحتك إنها تمشي. وكم من ناس هنعمل لها حلقة تانية القرارات اللي خدوها غلط في حياتهم كتير قوي قوي، ومع ذلك القدر ومسار الأحداث عوضهم ورجعوا في طريق أحسن من اللي كانوا يعني ماشيين فيه وبيدوروا عليه. حاول تخلي حياتك دايما مرتبطة بالناس اللي ما يأثروش في قراراتك بشكل سلبي، اللي ما بيزنوش كتير، اللي ما بيستريحوش غير لما يأثروا عليك وتنفذ كلامهم، اللي قلبهم على نفسهم بغض النظر عن الضرر اللي هيحصل لك. لو الحل إنك تقطع علاقة مؤذية أو إنك تستبدلها بعلاقة صحية، ما تترددش. مستحيل إن أنت تتجنب كل شيء يزيد 100%، ولا إنك تتجنب كل القرارات الخاطئة. وصلنا نهاية حلقتنا، وبشكركم على استماعكم للبودكاست. بفكركم إن البودكاست موجود على سبوتيفاي وأنغامي وأبل بودكاست. بفكركم تعملوا فولو بليز على سبوتيفاي وعلى أنغامي وعلى أبل بودكاست أيا كان المنصة. ما تبخلوش علينا بإن انتوا تعملوا لنا ريفيو أو ريتنج، لأنه إحنا كنا في التوب 20 في الإمارات، وعايزين نرجع ناخد نفس يعني المستوى ده بسبب متابعتكم. طبعا أنا نزلت عن التوب 20 لأنه قعدت فترة يعني حصلت لي ظروف، وقعدت 3 شهور ما بنتجش البودكاست، وكانت من الفترات اللي مش لطيفة أبدا. وأنا حبيت أشارك معاكم رغبتي دي وأحكي لكم عن اللي حصل علشان نرجع بفضلكم نتصدر، أو يعني على الأقل نتواجد في القائمة الأولية للمنصات دي.
اسمعوا سؤال الحلقة كل يوم سبت أو حد على صفحتي شيرين صلاح، وشاركوني بإجاباتكم، لأن هي دي فعلا اللي بتعمل حلقة حلوة. أشوفكم على خير.